السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. نعمل مع بعض النهاردة السجق او الصدوق بالخضار او السجق بالخلطة. اول حاجة هنحتاجها مع بعض طاسة على النار فيها شوية من الزيت. اول ما الزيت يسخن معايا هننزل عليهم 4 فصوص من الثوم المفروم. هتاخديها تقلبتين بس، انا محتاجة الثوم يدبل معايا وتشمي ريحته، بس انا مش محتاجة ان هو ياخد لون. اول ما يدبل هتنزلي عليهم بالصدق بتاعك، تكوني مقطعاه حلقات وسط. انا مش محتاجاه كبيره قوي عشان ما يتعبكيش في السوا، وفي نفس الوقت انا مش محتاجاه رفيع قوي علشان خاطر ما يتهريش منك. تكون بحجم الشكل اللي انت شايفاه كده بالظبط. تاخديه تقلبتين في الزيت كده وتسيبيه لحد ما ينزل السمنه بتاعته او الزيت بتاعه ويستوي فيه. اول ما يستوي وياخد اللون اللي انت شايفاه ده تطلعيه، تصفيه كويس قوي من الزيت وتطلعيه في بوله بره. وفي نفس الطاسة وفي نفس الزيت هتكملي بقية الوصفة بتاعتنا. هتنزلي عليه ببصلاية كبيرة مقطعاها شرايح بناء على نفس الزيت بتاع الصدق. تقلبيه تقلبتين لحد ما البصل يدبل معاكي. اول ما يدبل معاكي هتنزلي عليه ب4 فصوص من الثوم المفروم. انا برضو هنا مش محتاجة ان الثوم ياخد لون معايا، انا برضو محتاجة ان انا اشم ريحة الثوم مش اكتر. هتقلبيه تقلبتين كده لحد ما يدبل معاكي، وبعدين تنزلي عليه ب4 طماطمات صغيرين او 3 طماطمات كبيرة مقطعاها شرايح. تكون بقشرها عادي، القشر بتاعها مش هيأثر معايا في الوصفة النهاردة او مش هتزعلني يعني في الاكلة. هتقلبيها تقلبتين كده وتغطي عليها لحد ما الطماطم تتهرى معاكي او تدبل معاكي زي ما انت شايفاها كده، وتنزل المية بتاعتها. هتنزلي عليهم ب4 فلفلات. انا عايزه الوصفه النهارده سبايسي شويه، عملت فلفلتين بارد وفلفلتين حامي. قلبتهم كلهم مع بعض تقلبتين كده وتغطي عليهم يكملوا السوا او لحد ما الفلفل يدبل معاكي. اول ما يدبل معاكي ويبقى بالشكل ده هتقلبيه، تنزلي عليهم بمعلقتين من الطماطم المتسبكه او معلقتين من صلصه الطماطم المعلبه. انا عايزه الطماطم هنا لتعزيز اللون مش اكتر. هتقلبي تقلبتين لحد ما يشرب السائل بتاعه، السوائل بتاعته دي شوية، وهتنزلي عليهم بالبهارات بتاعتك. البهارات عبارة عن ملح وفلفل وكزبرة وبابريكا ونص معلقة من الكركم وكمان بهارات الصدق وبهارات مشاوي. بهارات المشاوي دي هتدي تيست رائع للوصفة بتاعتنا النهاردة. هتحطيهم وتقلبيهم كويس مع بعض، وبعد كده تنزلي عليهم بالصدق بتاعك تقلبيهم تقلبتين وتخليهم على النار غلوتين بالظبط لغايه ما ياخدوا من طعم بعض وتطفي عليه. بجد طعمها مش طبيعي، جربوها ومش هتندموا، طعمها احلى 100 مرة من المطاعم. انتي ممكن كمان تحطيها في كذا وصفة، ممكن تدخلوها في مكرونة وتحطوها الفرن. ممكن كمان في سندوتشات. الكبار والصغيرين هيحبوها جدا جدا جدا. جربوها وهتدعولي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب مع ABC مطبخ. شكرا.